وازاي نار تحرق في القلب ونفضل كده ساكتين يا رب. النهارده فيديو ما اعتبرش فيديو، هي حاجه بسيطه جدا كواحد مصري، يعني ردا على الاحداث الايام اللي فاتت. ده واجب عليا، دي مش هديه، حتى ديت واجب عليا من بني ادم مصري، مش هقول غير كده. فمش هتكلم كتير، خلينا نبدا. مما اسفر عن اصابه لو ما تعرفوش ديت بيتكلموا على محمد جمال الدرة رحمه الله، طبعا طفل اللي عاش على الانتفاضة. ونمت ملايين مننا القدس هترجع لنا. سلم بسلم وحرب بحرب، شرع الله والدين. وازاي نار حمائي في القلب ونفضل كده ساكتين يا رب. واو، شرع الله والدين. وازاي نار تحرق في القلب ونفضل كده ساكتين يا رب. الصف كفايه واقروا صلاح الدين. عمره ما فرط حقه وده كان اقوى سلاح. مننا بنقول ارضنا ارضنا دمنا. عمره ما فرط. لازم جيلي يستشهد يطلع غيره. واو، من اصعب الاكشنات اللي عملتها في حياتي. لا بجد من اصعب الرياكشنات اللي عملتها في حياتي، واجرأهم كمان. بس ديت زي ما قلت، ده مش هديه مثلا اخواتنا الفلسطينيين، لا ده مش هديه، وده واجب عليا زي ما هو قال. ده واجب الفنان المصري والبني ادم المصري واي بني ادم عربي. ويعني بجد انا مش عارف ازاي الاوبريت ده انا ما سمعتهوش غير النهارده. يمكن من اصعب الفيديوهات اللي عملتها في حياتي، لان انا في الطبيعي مش يعني حلم عربي هي يعني اتولدت عليها، مش هقول لكم يعني كنت بسمعها، لا اتولدت بسمعها وعشت بسمعها، وكل ازمه لازم اسمعها، وكل مره ما بقدرش امسك دموعي. بس ديت اول مره اسمعها وفاجئتني يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، بس انتوا قولوا رايكم. وانا فعلا اقسم بالله انا عارف ان انا المفروض ما اعملش كده. اللي هيكتب الكومنت يقول لي القناه هتواجه مشاكل، انا عارف، بس زي ما قلت ديت مش هديه، ده واجب عليا. فانا مش هاممني بصراحه حوار المشاكل. بس قولوا رايكم، بس مش هقول غير كده. مش هقول حتى دوس لايك وشير وسبسكرايب، مش هقول الكلام ده، هي مش اوت، هي بس كده. ودي المره دي للمتابع وللاوبريت ده ولكل واحد شارك فيه.